الحمد لله. حضرتك من فين؟ من أسيوط. أحسن ناس. هو في حد دخل لي هنا بيقول لي إن حضرتك معاكي مشكلة، إيه المشكلة؟ والله أنا جوزي مريض وممنوع من الشغل. عنده إيه؟ ألف وعنده سلام عليه. هو عنده من 10 سنين كده كهرباء في المخ. مم. ومن 4 سنين جات له تآكل في العظم، هشاشة عظام ونقص كالسيوم أدت إلى كسر عقلة في الفقرة الخامسة. ألف سلام عليه. وهو إنه بيشتغل عامل في النجاشة، اتمنع من الشغل عشان الضغط، ما ضغط الأعصاب ما تعملش على كسر العقلة التانية ويحصل له شلل نصفي. تمام، بس ما فيش عائل يعني تاني؟ هو نصف عاجز. لا ألف سلام عليه، بس ما فيش دخل تاني يعني ما معايا فيش تدخل تكافل من وزارة التضامن تكافل مثلا، جمعية ما خيرية معايا تكافل. بتساعدكم؟ لا، ما فيش جمعيات خيرية. أنا معايا تكافل وكرامة بقبضها مم. 500 جنيه. تمام. معكم كم 550. عيل؟ أنا معايا 5. اللهم صل وسلم معايا وبارك في ابني التعليم طبعا. الكبير ابني الكبير 15 سنة، مم. والمفروض إن هو في أولى زراعة بس مش بيروحوا مدرسة. والتاني في تالتة إعدادي مش بيروحوا المدرسة عشان ما معيش مصاريف ليهم وكده. مم. فبيشتغلوا يعني عمال. ابني الكبير بس هو اللي بيشتغل، عامل ب200 جنيه. مم. وانت حضرتك معاك اطفال؟ عشان هو اللي كلمني قال لي ان هي محتاجه لبن او حاجه للاطفال. أيوة، معايا طفل عنده 2 سنين ونص، بيشرب لبن اللي هو العادي ده عشان كنت فاطماه، اللي هو مم. لبن البقر والجاموس وكده. اه. بس فبيشرب كل يوم. كنت بجيب له جزازة، وما ليا أسبوع ما جبتلوش عشان ما معيش فلوس. يعني انت جاي على التيك توك على اساس ان الناس تدي لك يعني تدعمك او تساعد معاك؟ أي، أنا ما معيش لا صفحة ولا فيس ولا واتس ولا أي حاجة. رحت لواحدة جارتي علشان مم. أستلف منها 100 جنيه كده وأجيب لبن لابني. راحت قالت لي أنا ما معيش فلوس، وبص أنا أقول لك على طريقة تجيبي منها فلوس. راحت هي قالت لي على التيك توك، قالت لي تدخل هتلاقي ناس كتيرة هتدعمك وناس كتيرة هتساعدك. بس من ساعة ما عملتها ما فيش حد ساعدني. طيب يعني انت بتطلع على التيك توك ازاي يعني؟ يعني طريقه الشرح بفتح بتطلع، نقطة اتصال. بتطلعي بشكلك ولا تطلعي صوره كده لا لا وتتكلم؟ لا، صورة كده، ما بعملش فيديو خالص. امم. مفيش حد بيشوف شكلي أصلا. اهيات يا شباب، انتوا اللي الناس كلها داخله عندي هات هات اهيات. هتعرفوا إيه؟ تدعموها؟ هتعرفوا تدعموها؟ اهيات اهي. ها؟ طب انت محتاجه ايه طيب يا ست الكل؟ أنا لو حلفت لك على المصحف إن عيالي من امبارح نايمين بالجوع هتقول عليا كذاب. بس أقسم بالله العلي العظيم وحق لا إله إلا الله، عيالي من امبارح نايمين بالجوع. انا مصدق. وليا أكتر من محتاج. هقول لك على ليا حاجه، انا أكتر من لو أسبوع منتظر ان انت ليا تحلف أكتر فيه من او أسبوع محتاج ان انت تحلف فيه مش هجيبك اصلا. والكلام ده كل اللي عندي عارف ان انا مش بطلع حد جستات، بس انا لما حد قال لي ان في واحده من الصعيد بتطلع لايف على اساس معاها اطفال، فانا قلت اكيد يا الاب متوفي يا اما عنده مشكله مش قادر يشتغل. وطبعا ده اللي انت قلتيه طبعا في الاخر، ان هو مفيش عائل للاسره يقدر يصرف عليهم في المحنه دي. انا هقول لك على صح. حاجه. صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. صلي على النبي. عليه اللي الصلاة اقدر اقدمه، وده اللي بعمله مع اي حد بيطلع في موقف زي ده، اللي اقدر اعمله ان انا ممكن انزل لك اللي انت حكيتيه ده عندي على الصفحه. بس المطلوب منك انت كده كده لا باين شكلك ولا باين تفاصيل اللي انت قلتيها، اكيد حتى في ناس في اسيوط او في سوهاج ما يعرفوهاش يعني. والسلام. بس ممكن عاش والله حايز الصمت عاش. قلت لكم يا اولاد والله رب الخير لا ياتي الا بالخير. في حد اسمه حايز الصمت بعت لك بعت لك حاجه حلوه.
جزاه الله كل خير. فبص يا ست الكل، لو محتاج ان انا انزل لك الفيديو عندي و... وليكي حرية الرأي، يعني ممكن انا طبعا مش هينفع انزل رقم على صفحة عامة، عشان الناس ايه، بيبقى في ناس متطفلة وبتبقى في ايوه ناس مش لا. كل حابة الخير. ممكن انت لا تتابع اكيد. التعليقات، واللي هو عايز يساعد انت تقولي له، انت تكلميه تقولي له انا فلانة الفلانية وده الرقم. تمام ماشي. والوسيط، الوسيط هبقى انا، عشان ما فيش حد يدخل يكلم ناس وهميين. يعني ما فيش حد يدخل ينصب على في الموضوع على باسمك انت. ايوه صح. تمام، يعني انت هتديني رقم، والمتابع او الشخص المحترم اللي هو عايز يساعد هيكلمني، وهبعت له رقم الفودافون اللي انت حضرتك هتديهم. ماشي حاضر يا ابو. ماشي حاضر يا امين. ابو فهد. ماشي يا ابو فهد، ربنا يسترها عليك يا رب، يكفيك شر المرض يا ابو فهد. ابنك الصغير ده عنده كام سنة؟ عنده سنتين ومجرب يقفل النص يعني. سنتين ونص. ايوه. تمام، بصي، انت بتسحب الفلوس ازاي؟ انا ما سحبتش فلوس من على التيك توك اصلا، ما معرفش. خالص. ما عرفش اسحب اصلا، ما عرفش حاجه. طب ما الهدايا اللي نزلت لك دلوقتي او هتنزل لك فيما بعد هتسحبيها ازاي؟ ما انا مش عارفه والله، يا ريت تعرفني انت ما عرفش اعمل ايه طيب بصراحه. ماشي، هبسطها لك. انت معاكي رقم فودافون؟ ايوه. طيب ابعته لي دلوقتي، انا عازمهم على الغدا. تمام. تمام. ماشي يا ابو فهد. ابعت لي رقم على الخاص دلوقتي، هيبقى ده الرقم اللي معايا عشان اتابع بيه بعد الفيديو الناس اللي هي محتاجاه ان هي تساهم، وربنا يشفع عن جوزك، وربنا يا رب. يساعدك في تربيتهم، ورب ضارة نافع. يا رب يا ابو فهد، ربنا يسترها عليك ويكفيك شر المرض يا رب. يا جماعة قبل ما تنزل حد يساعد، اهي موجودة قدامكم اهي. ها حد هي، اقول لكم المحتاج يساعدها، عشان البرنامج هنا بياخد ال 70% وبيديها 30%، هي اولى هي وعيالها. اللي محتاجها هبعت له الرقم يبعت لها مباشر. اشوفك على خير يا ست الكل تسلم. انت هتعرفي تبعتي لي ماشي. خاص، هتعرفي تبعتي لي الرقم. ايوه هبعت لك، ايوه هبعت لك ماشي. الرقم فقط. ماشي ماشي، تسلم يا يلا ابو في فهد. رعاية الله يا باشا، ربنا اشوفك يسترها على عليك. خير. مع السلامه. ماشي، يلا في رعاية الله.